البيان إلى الرأي العام. استيقظ أهالينا بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب المحاصرة على فاجعة مؤلمة جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق. أدى انهيار المبنى وقوع 16 ضحية، عدد من الجرحى منهم الأطفال والنساء. ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين تحت الإنقاذ. شعبنا الذي نزح قصرا من عفرين والشابة نتيجة سياسات الدولة والقصف العشوائي المستمر على المنطقة ليقيموا في مباني شبه مهدومة غير صالحة للسكن نتيجة الحروب والقصف التي تعرض لها المنطقة منذ بداية الأزمة السورية، فلم يبقى لهم مأوى سوى هذه المباني الغير الآمنة نتيجة الحصار المستمر على حلب والشهباء وفرض النظام السوري خاصة المتمثل بالفرقة الرابعة حصار خانق على هذه المناطق ومنع دخول المواد الأساسية والمواد الأولية والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية. استمرارية الحصار الخانق على أهالينا المهجرين والمدنيين لغايات سياسية واقتصادية. نتقدم باسم مؤتمر ستار منطقة الحسكة بأحر التعازي لشهداء حي الشيخ مقصود، فمصاب أهلنا أينما وجدوا هو مصابنا، وبروح التضامن مع شعبنا الذي قاوم وتعرضت لمؤساة أينما حل وأينما وجدوا. ونطالب النظام السوري إيقاف الحصار المفروض الخانق على أهالينا في حلب الشيخ مقصود والشهباء، والقيام بمسؤوليتها وواجباتها تجاه الشعب الذي أثقلت الأزمة السورية والمعاناة من قبل النظام، وليس لها حق في فرض الحصار على شعبنا في المنطقة. في ظل هذه الأوضاع والظروف الإنسانية الصعبة لا يترك النظام السوري فرصة إلا يستخدم سياساتها لكسر إرادة الشعب وارضاخها، ولكن تضامننا وتكاتفنا مع أهالينا ما أينما وجدوا مع بعضنا سنفشل جميع هذه السياسات والمؤامرات. الرحمة للشهداء، للشفاء العاجل لجرحانا. جانا آزادي جن جيانا آزادي جن جيانا آزادي جن نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن نامرن